الدراري ديالو ديك الدياره ديال الدعم والمسانده ودفعوا بهذا البرودوي لقدام، ما كاينش شي اصل ما عنده اصل. ان للغه الامازيغيه تاثير كبير على هو اللي صنع انسان مغربي منفرد. عزيزاتي العزات، اعزائي الاعزاء، اعزكم واعتز بكم واعزائي ان تعزونني كما اعزكم. بغيت نفكركم ان الهدف من هذا البرنامج ماشي هو نصحوا لغتنا، حيت لغتنا ما فيها ما يتعب. لغتنا لغه وجيزه مستخلصه مختصره مدغمه معبره خفيفه مستونيه وظريفه، ولكن نحاولوا نعرفوا ولو نسبيا الاصول ديالها. وقلت ولو نسبيا حيت صعيب نعرفوا كل شيء وما كاينش شي اصل ما عنده اصل. ولكن الحاجه الاكيده هو ان التقارب الكبير بين اللغه المغربيه واللغه العربيه ما كيخليش لنا ادنى شك ان اللغه العربيه مكون اساس في دارجنا المغربيه، دون النفي او حتى التلميح بالنفي ان للغه الامازيغيه تاثير كبير على لغتنا بل وعلى ثقافتنا بصفه عامه، بالاضافه طبعا للغات اخرى بحال الفرنسيه وبحال الاسبانيه. هذا الكوكتيل هو اللي صنع انسان مغربي منفرد واستثنائي، جينيا امازيغي في الغالب، لغويا عربي في الغالب، جغرافيا افريقي 100%، بل واقرب الافارقه جوارا للقاره الأوروبية. طبيعة مغربية الإنسان المغربي خيلوطة ديال القارات الثلاث، أفريقيا آسيا وأوروبا، وزيدوا عليهم إطلالة البحرية الأطلسية العريضة على القارة الأمريكية. من الآخر الإنسان المغربي تزقلت ليه فقط القارة الأسترالية، ولكن نقدروا نقولوا أستراليا غير قويرة ونديروا عليها عين ميكا. على ذكر نديروا عين ميكا، الفعل دار فعل مغربي جوك، كنلقاوه بزاف ديال العبارات، بزاف ديال المواقع وبزاف ديال المواقف. الفعل دار فعل يغير معناه حسب السياق وفيه ما حطيتيه قاضي الغرض. الفعل دار عزتي اعزائي عندي لكم عليه امثله كثيره زائد امور اخرى فرحان بارطاجيها معكم، ولكن بعد الانترو. عندنا تاريخ مدون كل شي مؤرخ بأصوله، راسكم عزتي اعزائي، اولا الفعل دار راه ما كاينش غير عندنا حنا المغاربه. اللبنانيين مثلا كيقولوا دير بالك على حالك، اما حنا كنقولوا رد بالك، حيت عارفين البال كيسرح فمره نندهوا عليه. ودابا غنمشي بكم لعمليه تصريف الفعل دار في زمن الماضي المغربي. كنقولوا انا درت، انت درتي، انت درتي، هو دار، هي دارت، حنا درنا، نتوما درتو، هما داروا. حنا عندنا كنتا كنتي كنقولوا درتي، وداكشي ديال انتم وانتن وهم وهن غير نسا وتهنا. الفعل دار بدون شك عزتي اعزائي جا من الاداره، وربما من الاداره. انا كتبان ليا كالاداره كالاداره. بالمناسبه علاش كنقولوا المدير وعلاش كنقولوا الاداره؟ زعما اللسان اللي يقول مدير يقول اداره، واللي يقول اداره يقول مدير. المهم الواحد هو اللي يدير علاش يرجع تحسبا لنكبات الحياه وما شابه ذلك. وكنقولوا ثاني الواحد هو اللي يدير بحساب دوير الزمان. اذا الزمان السي اينشتاين راه دوائر، انت لا عندك النظريه النسبيه، حنا راه عندنا الحقيقه المطلقه. وكنقولوا ثاني غندير شي مشروع باش ندور الناعوره، او باش ندور على الحاله، او باش ندور الحركه. وليكن في علم العالم حنا الشعب الوحيد اللي كيحرك الحركه. وكنقولوا ايضا كي دايره الامور متسائلين على احوال الناس. عزتي اعزائي، الفعل دار يدير ديارة نقدروا نقولوا عليه البوماده الصفراء ديال الافعال المغربيه. ياك ما جاتكم ديك ديارة بشي شكل، راه ما جبت حتى شي حاجه من راسي. ياك كنقولوا الديار ديال الله بمعنى المشيئه ديال الله، وكنقولوا على شي حد مسحور عنده الديار برا والباس. راه قلت لكم هذا الفعل غادي يخرج منه العجب العجاب، حيث كنقدروا نحطوه في اي موقع كيقضي الغرض، بل هو في نفس الموقع كيحتمل معاني متعدده ومختلفه. مثلا فاش كنقولوا شكون خلاك دير، تقدر تجي بمعنى شكون خلاك ترسم، شكون خلاك تخدم، شكون خلاك تفهم، شكون خلاك تنغم. امثله اخرى كنقولوا اللي بجهدك ديرو، او اش بجهدك ما دير، فيما معناه افعل ما شئت في تحدي استفزازي وتهديدي. امثله اخرى عزتي اعزائي كنقولوا دير الكاسكيطه فوق راسك بمعنى ضع او ارتدي. اما اشهر مثال في هذا السياق هو دير كيما دار بوك لا يغلبوك، بمعنى سير على خطاه حتى لا تخيب. ولكن هادشي لا ما كانش هو خيب، مع احترامي التام ثقافتنا المغربيه وللاب المغربي، ولكن الواحد
يمشي على خطى الانسان الناجح وماشي بالضروري يكون باه. اما المثال الواعر عزيزي اعزائي هو غير شوف كي دير. هذه العباره في الغالب كنستعملوها في شي حاجه صعبه التحقيق، وفي الغالب كتكون خارج القانون، وفي الغالب كنزيدوا عليها وبحلاوتك. اما المرتبه الثانيه عزيزتي اعزائي في العوريه هي دير عين ما شافت قلب ما وجع. مقوله صالحه لكل زمكان، نصيحه لكل انسان باغي ينجح ويزيد لقدام. شوف، هو العين لا شافت لا عندك شي قلب راه غادي يوجع، ولكن تفكر فاش ما كتشوف والو وتصرف بالمثل ومثل على راسك لا قدرتي ولا قدرتي راك نجحتي. عزتي اعزائي كاينه واحد المقوله اخرى بحالها في المغزى كنقولوا دير عين ميكا. فراسكم ان عين ميكا جات من ديك العين ديال البلاستيك اللي كيستعملوها الناس اللي فقدوا احدى عيونهم برا والباس. عندكم تميكوا على هذه الحلقه وشوفوا كيف ديروا تبارطاجيو مع الحباب والصحاب. الدريات والدراري ديروا ديك الدياره ديال الدعم والمسانده ودفعوا بهذا البرودوي لقدام. رابط فيكم تقدروا ديونا للطوندونس. سير ودكم وكنود تودوني كما كان يدكم، وما تنساوش انني اعزكم واعتز بكم واعزائي تعزوني كما اعزكم، ولدي ان استطيعكم ان تفعلوا وتتعاملوا معنا بالعقل على عكس الاعجاب. تعبروا بشي عباره فعلا تشتغل معنا وتبارطاجوا. كل شيء مقرب بأصوله.